بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم ويوم جديد من ايام الريمونتادا. الزمالك بيفوز على المريخ السوداني 4-3 في اخر جولات دوري المجموعات. طبعا امبارح واحنا بنتكلم وقلنا رغم ان المباراه تحصيل حاصل، ولكن قلنا مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك ان هو يعمل مباراه كبيره، وان هو يعمل عرض كويس، وان هو يفوز بالمباراه ويرفع رصيده من النقاط من 4 نقاط ل7 نقاط. كويس ان هو يخلص اخر ماتش ليه في المجموعه، ان هو حتى في المركز الثالث منظر في المركز الرابع يعني مش لطيف ومش ظريف بالنسبه لنادي الزمالك اللي كلنا كنا نتعشم ان هو يتاهل. ووضع طبيعي يعني لما نشوف التاريخ ونشوف حاجات كتير جدا كان وضع طبيعي بالنسبه لنادي الزمالك ان هو يتاهل من المجموعه دي، ولكن طبعا النتائج السلبيه اللي حققها نادي الزمالك في بدايه المباريات في دوري المجموعات هي اللي خلت نادي الزمالك ان هو يوصل لمرحله انه يلعب المباراه الاخيره كتحصيل حاصل. طبعا زي ما قدامكم الجدول، فحضرتك هتلاقي ان الترجي التونسي قبل المباراه اوريدي واصل هو وفريق شباب بلوزداد الجزائري برصيد 10 و9 نقاط. كان الزمالك قبل المباراه 4، وكان المريخ السوداني 5 نقاط. قدر الزمالك النهارده ان هو يفوز فوز صعب. الجون الاخير، جون المكسب، الهدف الرابع اللي هو جه في الوقت بدل الضايع، هو اللي خلى الزمالك يرفع رصيده من النقاط الى 7 نقاط، وترك فريق المريخ السوداني في المركز الاخير برصيد 5 نقاط. مباراه زي ما بنقول كانت مهمه لنادي الزمالك الفوز فيها، وقلنا امبارح واحنا بنتكلم ان انت اما بتكسب اخر مباراه ده بتدي ثقه للعيبه، بتاخد ثقه، الجمهور نفسه كمان بياخد ثقه. في نفس الوقت مباراه محسوبه عليك، مباراه افريقيه بتلعب في استاد القاهره اللي انت فرطت فيه، يعني رغم ان انت عملت في استاد القاهره مباراه ولا اروع مع الترجي، وعملت افضل مبارياتك في دوري المجموعات وقدرت ان انت تفوز عليه فوز كبير 3-1، ولكن في نفس الوقت فرطت قدام شباب بلوزداد في مباراه كانت في المتناول. واذا كنا اتكلمنا على نادي الزمالك ولا النتائج السلبيه، بأي حال من الأحوال فريق نادي الزمالك المفروض فنيا المفروض إن هو أعلى من فريق شباب بلوزداد، والمفروض يعني اما بتبص للتاريخ وتبص للمستويات المفروض بتقول ان المجموعه دي من البدايات ان اقرب فرقتين يتاهلوا هو الزمالك والترجي، او الترجي والزمالك. ولكن طبعا الزمالك فاجئنا برضه للسنه الثانيه او الثالثه على التوالي ان هو بيغادر من دوري المجموعات. مباراه النهارده رغم ان الزمالك فاز فيها، ولكن زيها زي اي مباراه المفروض ان هي فيها سلبيات وفيها ايجابيات. الايجابيات المفروض نتوقف عندها، السلبيات لازم نناقشها بشكل كبير. اكيد المسؤولين جوه نادي الزمالك مباراه زي دي تسعدهم، خصوصا المفروض ان المباراه ديت الاخيره بالنسبه للجهاز الفني. المفروض ان هيتعلن مدير فني جديد. من الواضح ان هيتم توجيه الشكر لكل اعضاء الجهاز الفني. مش عارفين موقف الكابتن اسماعيل يوسف هيبقى موجود ولا مش موجود. وارد يكون الكابتن اسماعيل يوسف موجود ومستمر مع الجهاز اللي هيتم اعلانه في خلال الساعات اللي جايه. سمعنا اسماء لعيبه من نجوم قدامى من نادي الزمالك كان ليهم صولات وجولات ان هم ممكن يبقوا متواجدين الفتره اللي جايه مع الجهاز الفني اللي هيبقى موجود. سمعنا ان الكابتن مدحت عبد الهادي مرشح درجة كبيرة انه ممكن يكون موجود. سمعنا ان الكابتن محمد صبري برضه ممكن يكون موجود. وطبعا اللعيبه دي طبعا قيمه كبيره جدا وحققوا كتير لنادي الزمالك وكانوا نجوم في فريق نادي الزمالك، واكيد وجودهم اكيد يدي اضافه لنادي الزمالك. ولكن خلونا برضه نتكلم ونقول، اما نقول الزمالك بيسجل 4 أهداف في مباراه فده في حد ذاته شيء جيد جدا. اما بنقول الزمالك بادي المباراه وداخل المباراه بدايه مصمم ان هو يعمل فيها حاجه، ومن الدقيقه الاولى مصطفى شلبي بيسجل هدف ولا اروع. يعني يا دوبك فريق المريخ سنتر، الكره اتقطعت، كره راحت اتلعبت لاحمد بالحاج اللي هو بنقول صفقه مميزه لنادي الزمالك، بيحطها لمصطفى شلبي اللي هو بيسجل في اول دقيقه بعد 11 ثانيه. يعني بيسجل الهدف الاسرع في تاريخ دوري ابطال افريقيا. فطبعا النهارده مصطفى شلبي بيسجل اسمه في تاريخ دوري ابطال افريقيا. الزمالك ما اداش فرصه للمريخ بعد دقيقتين كمان في الدقيقه الثالثه، وبرده عن طريق احمد بالحاج قدر ان هو يحط كوره برده باص مميز جدا لناصر منسي، اللي احنا بنقول برضو صفقه مميزه وهتفيد نادي الزمالك جدا. وان احنا بنقول
ان ناصر منسي من الناس اللي بتعرف تجيب اجوان. نادي الزمالك كان بيعاني من الفترات بتاعت سيف الجزيري، اما بيبقى فايق يجيب اجوان، مش فايق لا يختفي. ناصر اللي بيميزه ان هو بيقدر يسجل اهداف،